انا لسه عامله عمليه تكميم وطبعا بحتاج اكل بعد كل ساعتين، فطبعا مش هعرف اصوم في رمضان. في اخطاء شائعه كتير زي دي بنقابلها مع كل اللي عاملين تكميم، مش انتي بس. ما بتقدرش تاكل وجبه كبيره، ما بتقدرش تجوع لوقت طويل، قرصه الجوع عندها اكبر من قرصه الجوع عند اي واحد تاني صايم. في الحاله دي في خلال اول 3 شهور ممكن يكون معاكي رخصة وما تقدريش تصومي، لكن بعد ال3 شهور انت عندك فرصة ذهبية ان معدل النزول بتاعك يزيد. كلنا عارفين ان اول 3 شهور بتنزلوا كويس جدا، وبعد ال3 شهور بتعانوا من حالات ثبات، لان المكان الصغير اللي قد كده بدل ما كنتي بتدخلي فيه اكل دلوقتي بتدخلي حلويات. مريض التكميم لازم يتسحر كويس، لازم تحافظ على صنفين بروتين تاخدهم في السحور، ومعلقه دهون صحيه، معلقه زيت جوز الهند، معلقه الزبده، معلقه زيت الزيتون. هي دي اللي هتخليك تقدر تصوم من غير جوع لو انت عامل تكميم. لازم تحافظ على الالكترولايتس او الاملاح بتاعتك. لو عايز تصوم بعد التكميم اعمل محلول الالكترولايت عباره عن معلقه خل تفاح عضوي، عصره ليمون، وذره ملح هيمالايا على نص لتر ميه، وتشربهم من المغرب ولحد اذان الفجر. هتقدر تصوم وانت عامل تكميم لو فيتاميناتك مظبوطه واتبعت التعليمات دي، وهتخلي العمليه بتاعتك والدايت في رمضان ما يبقاش دايت في الكنافه. ورمضانك كريم.